ازاي؟ وما فيهاش اي حاجه مقاطعه. شايفين كريمي ازاي؟ خلص كل الطبق ده معاكم دلوقتي حالا. في شخصيه صيد هنا على البرنامج طلعت سمعه على الاندومي انه بيموت، وطبعا ده غلط. ملحوظه زي ما قلت لكم اننا نتاكد من تاريخ انتهاء الصلاحيه. دي معموله من 8/4 يوم 7/1/2026. يعني دي ناكلها واحنا مطمنين. قال ان الدكتور قال له لا مش من الاندومي، ده حاجه في الكبد تقريبا. ليه ما نسمعش كلام حد عايز ياخد قفل الاندومي؟ كومنتات كتير جات لي الفيديو اللي فات عايزين وصفه كريمي وما فيهاش شطه ومن غير شيتو سهله وكل مكوناتها في البيت مش بالجبنه الكريمي. فكرت كتير جدا عشان اعمل الوصفه دي. عارفوا اني ما بقدرش ازعلكم. انتوا كمان ما تزعلونيش وحطوا لايك. انا متاكد اي حد هيشوف الوصفه دي هيعملها. ما تنسوش ندعي لاخواتنا في فلسطين. يلا بينا على الطريق. لسه ما عملتش لايك ولا صليت على النبي. عشان تعرفوا اني مش حارمكم من حاجه، نحط جبنه نستون مش جبنه كريمي. كمان تحطوا اي جبنه عبور لاند. الثانيه زيل بالبهارات. كب 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 كب. احسن حاجه ان بهارات الاندومي دي فيها شطه، فيها بهارات الاندومي العاديه. بهارات كبسه، حبه توم باودر بيديها طعم حلو قوي، بابريكا. بقى انا عن نفسي ازودها نص معلقه جبنه كريمي، لكن انتوا دي اختياري. حطوا جبنه نستون بس. ممكن كمان تحطوا شويه صويا صوص، بس انا عن نفسي مش هحط. بسم الله ونقلب. متهيألي اي حد ليه حجه انه يجرب الاندومي دي. تعرفوا اللي مش متابعني فايته كتير. ولا نقطة شطة وكريمي كده كده ومن غير ولا نقطة شطة. هاتي. أحسن حاجة فيها إنها طازة، أطيز حاجة. أول مرة كده. ازاي؟ كنسلوا أي وصفة إندومي عملتوها في حياتكم. وصفة ال20 مليون مصري. كريمي ومن غير ولا نقطة شطة وما فيهاش أي حاجة مقاطعة. شايفين كريمي ازاي؟ خلص كل الطبق ده معاكم دلوقتي حالا. كده طريقه الاندومي اللي كل العالم مستنيه، كريمي ومن غير ولا نقطه شطه، واحسن حاجه انها ما فيهاش اي حاجه مقطعين. المنظر اللي يجوع وما فيهاش اي حاجه مقاطعه. احسن حاجه هتاكلوها وانتوا ضميركم شايفين كريمي ازاي؟ خلص كل الطبق ده معاكم دلوقتي حالا. بسرعه ورقه وقلم واكتبوا الطريقه. شخصيه هنا على البرنامج طلعت سمعه على الاندومي انه بيموت، وطبعا ده غلط. ملحوظه زي ما قلت لكم اننا نتاكد من تاريخ انتهاء الصلاحيه. دي معموله من 8/4 يوم 7/1/2026. دي ناكلها واحنا مطمنين. كومنتات كتير جات لي الفيديو اللي فات عايزين وصفه كريمي وما فيهاش شطه ومن غير شيتو سهله وكل مكوناتها في البيت مش بالجبنه الكريمي. فكرت كتير جدا عشان اعمل الوصفه دي. عارفوا اني ما بقدرش ازعلكم. انتوا كمان ما تزعلونيش وحطوا لايك. انا متاكد اي حد هيشوف الوصفه دي هيعملها. ما تنسوش ندعي لاخواتنا في فلسطين. يلا بينا على الطريق. لسه ما عملتش لايك ولا صليت على النبي. هنجيب الاندومي اللي ب5 جنيه بطعم اللحمه، وعايز اقول لكم الطعم الجديد الصراحه تحفه. بس على النار هننزل بالاندومي معلقه صلصه كبيره، هننزل بشويه لبن او دي اختياري ونص كوبايه ميه. من حاجه نحط جبنه نستون مش جبنه كريمي. كمان تحطوا اي جبنه عبور لاند. الثانيه زيل بالبهارات. كب 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 كب. احسن حاجه ان بهارات الاندومي دي فيها شطه، فيها بهارات الاندومي العاديه. الناس اللي كانت بتدور على بديل الجبنه الكريمي وهي الجبنه النستون واجمل. بهارات كبسه، حبه توم باودر بيديها طعم حلو قوي، بابريكا. بقى انا عن نفسي ازودها نص معلقه جبنه كريمي، لكن انتوا دي اختياري. حطوا جبنه نستون بس. ممكن كمان تحطوا شويه صويا صوص، بس انا عن نفسي مش هحط. بسم الله ونقلب.